السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احب قبل كل شيء احب اشكر كل الناس اللي بتشوفني. طبعا في ناس كتير بتشوف الفيديوهات بتاعتي وما بتعملش لايك وما بتشتركش في القناة وما بتعلقليش، بس مش مشكلة، المهم ان انا الفيديوهات بتاعتي بتتشاف. الله المستعان. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا كنت بقالي فتره مبطله شغل الحلويات، بس واحده حبيبتي قوي يعني قصدتني. طبعا انا عندي خامات كتير، عندي خامات كتير جدا. كنت انا جيت اشتغلت فتره وكان بسم الله ما شاء الله الشغل كان ماشي معايا حلو، بس حصل مشاكل ووقفت شغل. طبعا حتى انا كنت جايبه عجان وكنت عامله عليه ريفيو. بس انا ما نزلتش الفيديو بتاعه عشان هو مش متوفر، مش موجود عندي دلوقتي في البيت، انا سايباه عند بابا. ف... فطبعا انا بصراحه كنت موقفه شغل، حتى اغلب الحاجات بتاعتي كلها انا سايباها هناك، ما عنديش الا حاجات بسيطه جدا هنا جبتها. ف... فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. طبعا انا واحده طلبت مني تورتتين وقالت لي معلش يا مولوجي انا عايزاهم ضروري وانا مش معرفش حد غيرك ومش هينفع ان انا اشتريهم من بره ومعرفش ايه. المهم دخلتني في قصة. طبعا السجان بتاعتي مش موجودة، انا كانت عندي الحلل بس، حلة مقاس 16 وحلة مقاس 18. طبعا انا ما كنتش اشتغلت فيهم، كنت انا اشتريتهم جداد وما كنتش اشتغلت فيهم بأمانة الله. يعني انا كنت واخدة على السجان، حتى المقادير بتاعة السجان انا كنت عاملة يعني حافظاها وعارفاها. وكانت عندي القطاعات اللي هي زي المناخل دي كده، كنت باخد المقاسات بتاعتها وبحدد عليها وبقطع منها مقاسات التورت. تمام. ف... فبصراحة اما جت طلبت مني التورت دي، طلبتها مني قبلها بيوم، فانا بقيت مش هعرف اروح عند بابا ان انا اجيب الحاجة ديت. فبصراحة يعني ايه، قلت خلاص ماشي انا هشتغلهم وزي ما يجوا. فالحمد لله اشتغلت المقدار اللي هو الاربع بيضات. طبعا الاربع بيضات ده انا كنت بشتغله في الصاج اللي هو 30 في 40، وكنت بقطع منه بطلع منه تلات ترط مقاس 16. وكانوا بسم الله ما شاء الله كان بيفضل يعني قطع بعمل منها قبات، ممكن اعمل منها 6 قبات، ممكن اعمل منها 8، على حسب السبونش بتاعي. لو عالي ممكن كمان ممكن اعمل تورتايه من طبقتين لو السبونش طالع فيها حلو وعالي، فاهمين؟ فطبعا عندي السبونش بتاع الشوكولاته دايما ما بيطلعش معايا حلو زي السبونش الفانيليا. تمام. المهم الحمد لله يعني عملت المقدار. طبعا انا كان خلاص كنت انا نسيت بقى الشغل بالمضرب اليدوي. طبعا رجعت اشتغلت بيه تاني، ومش عايزه اقول لكم كميه الحر اللي عندي في المطبخ. الكريمه عشان ان انا اطلعها متماسكه ما طلعتش زي ما انا كنت عايزه برضو. فالمهم ايه، فجيت اشتغلت السبونج، وقلت احاول على قد ما اقدر اشتغل الكريمة، يكون الوقت بس ايه، يكون بالليل او يكون مثلا في المغارب كده، تكون الشمس ايه راحت من عندي من المطبخ وكده. طبعا انا غلفت الحلل، بطنتها بالورق الحواوشي. ده ورق حواوشي درجة تانية، في درجة اولى بس الدرجة الاولى غالية جدا. ده درجة تانية. كان عندي منه كام ورقة هنا والباقي زي ما انا قلت لكم عند بابا. فغلفت الحلل وبعدين حطيت المقدار. طبعا انا جيت حطيت المقدار نص الخليط حطيته في الحلة، والنص التاني ضربت عليه معلقة كاكاو اسباني غامق وضربتهم كويس، وحطيت عليهم معلقة مية عشان ما تبقاش مكتومة، او ما يبقاش الخليط عامل قوي ماسك قوي فيطلع السبونش مكتوم، فاهمين قصدي؟ فانا حطيت معلقة مية على الخليط وحطيته في الحل. طيب ارجع بقى اقول لكم المقدار دوت عبارة عن ايه. 4 بيضات، كوبايتين دقيق، 4 بيضات كوبايتين دقيق، معلقة محسن جل كبيرة، معلقة بيكنج باودر، معلقتين كبار نشا، نص كوباية مية، كيس فانيليا باودر،
اللهم صل على النبي، معلقة خل. آه ايه تاني؟ وكوباية سكر. تمام. يبقى 4 بيضات، كوباية سكر، معلقة خل، كيس فانيليا باودر. آم، ضربتهم الاول، بعد كده حطيت المقدار بتاعي اللي هو كوبايتين دقيق، ومعلقتين نشا كبار، ومعلقه بيكنج باودر كبيره، ومعلقه محسن جل، ونص كوبايه ميه، وضربتهم في البتاع. طبعا بعد ضربت الاول البيض مع السكر مع الفانيليا مع الخل الاول، وبعد كده بالمضرب، وبعد كده ايه، حطيت محسن الجل بعد ما ضربتهم شويه، وبعد كده بقى ابتديت ان انا احط ايه المقادير الجافه، حطيتها مع بعض معلقه في معلقه كده. تمام. لحد بقى ما القوام بتاعي طلع زي ما انا عايزاه. طبعا مش عايزه اقول لكم ان انا صبرت عليها لتاني يوم، وبرضو اتفرولت معايا كده، بس يعني الى حد ما الاسبونج طالع كويس، حجمه كويس. طبعا انا عملت المنشار على 9، وقطعتهم ل4 طبقات. تمام. طلعوا معايا بسم الله ما شاء الله تورتتين حلوين يعني. وديت انا ما استخدمتهاش، يعني التورته اللي هي الشوكولاته دي، الكاكاو، انا ما استخدمتهاش. كان حجمها صغير، وهي انا بصراحه متعوده على حجم التورتايه اللي هي مقاس 18 دي، ان هي تطلع كويسه. يعني مش عايزه، انا برضو قللت في الطبقات. الاول كنت بطلع التورتايه مقاس 16 3 طبقات ب70 جنيه. هتقولي لي ازاي؟ اقول لكم معرفش. طبعا احنا هنا في قريه، والناس لو لقت الحاجه غاليه زي كده مش بتاخد. فاهمين قصدي؟ فبصراحة كنت عاملة التورتاية مقاس 16 3 طبقات ب70 جنيه، يعني حجمها حلو، كنت بتقنها صح. كريمة وكريسبيات شوكولاتة صوصات الكلام ده، بطلعها يعني حاجة كويسة. معايا هنا كوباية سكر عشان اعمل الكريم شانتيه ده تاني يوم بقى. كوباية سكر، معلقة لبن بودرة، كوباية ونص مية. تمام. و... وحطيت طبعا دي الكوباية اللي هي كوباية السكر دي نص كوباية، معلش نص كوباية بالكوبايات المعيارية. تمام. ومعايا كوباية كريم شانتيه، كوباية اللي هي اكبر كوباية في الطقم المعياري، كوباية كريم شانتيه. وحطيت معلقتين كريم باستري عشان تدي ايه، طعم للكريم شانتيه، وفي نفس الوقت تدي ليه دسامة وكده. اولا الكريم شانتيه ده يا جماعة اللي هو الفا المتحدة، ده النوع الفا. انا كنت جايبه الشكاره برضه، انا كنت جايباها هناك عند بابا. وبصراحه برضه انا ايه، في حاجات انا بجيبها ما بصورهاش، مش زي الناس اللي بتنزل مشتريات والكلام ده، فبجيب حاجه في حاجه. فطبعا انا ما بشتريش كميات حاجات كتير عشان ان انا اعمل لها فيديو او الكلام ده. انا بجيب حاجه في حاجه، الفلوس اللي تتوفر معايا ممكن اجيب قالب شوكولاته، فلوس تانية تتوفر معايا ممكن اجيب نص كيلو كاكاو، فلوس تانية تتوفر معايا. فتوفرت معايا فلوس، ورحت جبت بقى، عديت بقى جبت شكارة كريم شانتيه، كانت عاملة 1500 اللي هي الفا، 10 كيلو. تمام. بسم الله ما شاء الله. المهم انا طبعا انا بحط الاول، بجيب اللي هي الدواره ديت اللي هي القاعده الدواره دي، بشتغل عليها. طبعا ما كنتش زي ما انا قلت لكم، انا كنت مبطله شغل، فما جيتش ان انا اغلي يعني اعمل شربات عشان ان انا اعمل تورتتين. انا مش هضحك عليكم، عايزه اكون صريحه معاكم. انا مش ان انا مقطعه الشغل عشان ان انا اعمل شربات واعبي في ازازه او الكلام ده. لا، انا دوبت شويه ميه فيهم معلقتين سكر وميه متلجه، وزي ما انتوا شايفين كده قلبتهم، وحطيت ايه، بقيت اسقسق للسبونج. طبعا هو الاسبونج يعني حلو وهاشش، مش يعني حلو طري، مش محتاج حاجه، بس ايه عشان ايه يسهل معايا الدنيا، وفي نفس الوقت تبقى الطعم بتاعها حلو. لا يعني ما تكونش عامله قوي، لا تكون طريه، فيها طراوه كده حلوه. فاهمين قصدي؟ طبعا عملتها زي ما انتوا شايفين طبقتين. الطبقه بتاعتها زي ما انا قلت لكم 9 على المنشار.
آه، وطبعا يعني انا حاولت ان انا اخلي ليها طعم، فحطيت لها صوص فراولة وايه، وقلت بقى ايه، انا عايزه اعمل شغل كويس، وفي نفس الوقت زي ما انا قلت لكم انا عندي خامات كتير بحاول ان انا اطلعها، لاني انا مش هشتغل شغل حلويات تاني. معلش، انا او في ناس ساعات بتقصدني في حاجه انا ما بقدرش اقول لها لا، بس بيبقى غصب عني والله. يعني ان انا حته ان انا بطل شغل مره واحده دي لظروف ما. فالحمد لله يعني، زي ما انا قلت لكم قدر الله ما شاء فعل. انا والدي كان جايب لي العجان والله، لما لقى بسم الله ما شاء الله الشغل حلو معايا، وكنت ناويه ان انا اشتغل شغل العيد برضو، بوتيفور وقريبه وكحك وبسكويت والكلام دوت. فبصراحه العيد عدى عليا من غير ما استفاد من ورا الخامات اللي انا كنت جايباها وكده. كنت جايبه شكارة دقيق، ففي حاجات كتير والله كنت عامله لها سبحان الله. ما يعني الواحد لما بيحسب للحاجة سبحان الله ممكن ما تتمش، فلما تسيبيها كده على الله وبالبركة، ربنا هو اللي بيسويها وبييسرها من عنده. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا زي ما انا قلت لكم، انا على ما خلصت التورته التانية لقيت الكريمه بتبتدي انها ايه، ها يعني تسيح مني، انتوا فاهمين قصدي. فبقيت ان انا ايه، استخدم الكريمه وارجع احطها في الفريزر عشان ما تلحقش انها تسيح مني. المطبخ كان عندي الشمس، انا كانت متصدره في قلب المطبخ، والمطبخ كان مصهد، فاهمين قصدي. فبقيت اللي اخلصها اجري احطها في الفريزر عشان تلحق تشد، عشان الحق اعمل لها ايه، التزيين بتاعها. طبعا في تورته انا عملتها بكل اشكال الصوصات. زي ما أنا قلت لكم انا عايزه اتخلص من الصوصات، مش عايزه استخدم فيها شوكولاتات كتير. القوالب الشوكولاته تفضل زي ما هي، لو فضلت زي ما هي مش هتخسر. انما الصوصات انا كمني عشان ما اتعودتش ان انا اخزن حاجه زي كده، فبقلق ان هي يجرى لها حاجه او تبوظ، او ان هي حتى كمان ملهاش مكان عندي ان انا احتفظ بيها فتره طويله، يعني انتوا فاهمين قصدي. فكان عندي بصراحة، كنت انا جايبة تمن، كنت جايبة تمن او ربع زبدة لوتس. عملتها سيحتها، يعني دربتها كده بزيت، وعملتها في قرطاس اللي هو بتاع السبوع ده. وكان عندي اللي هي شوكولاتة بيضة، نوتيلا بيضة، عملتها برضو بزيت. وكان عندي صوص مانجا، عملته برضو. بس الحمد لله هي بصراحة طلعت شكلها في الاخر يعني الى حد ما. انا مش، على فكرة يا جماعة، انا لما اكون مطلعة حاجة يعني التوب ببقى مقتنعة بيها وببقى راضية عنها. فانا بصراحة عشان انا كمني مبطلة شغل من فترة، فبحس ان انا شغلي مببقاش راضية عنه، انتوا فاهمين قصدي. الحاجة بتبقى مش طالعة بمزاج. ما بقيتش ان انا اتفنن في الشغل عشان انا خلاص يعني ايديا وقفت عن الشغل، فحاسه ان انا بقيت اعمل الحاجه. يعني انتوا يعني مش عارفه تفهموني ولا لا. بقيت عايزه اعمل الشغل وخلاص، يعني اعمل الاوردر اللي مطلوب مني وخلاص. مش مهم بقى ان انا اتفنن فيه او ان انا اعمل حاجه التوب. اصل انا حتى لو هي عجبتها او لو حد تاني شافها وعجبته وطلبت، انا ممكن ما اعملش، انتوا فاهمين قصدي، انا ممكن ما اعملش تاني. فحتى ولادي يعني معلش طلبوا مني ان انا اعمل لهم، قلت لهم طب مش النهارده، في يوم تاني، لان انا حتى انا ما بقاش ليا نفسي ان انا اعمل حاجه في بيتي، مش عارفه ليه. فمن ساعه ما انا وقفت عن الشغل وده يعني مجبره عليه، وانا من جوايا ما بقيتش حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه. انا اما بكون راضيه عن حاجه ان انا موقفاها بمزاجي، خلاص بقى بتبقى باقتناع، انا موقفه الشغل خلاص، انا مقتنعه ان انا خلاص مش هشتغل الشغل ده تاني. انما انا مادام دخلت في حاجه وانا حباها، او ان انا حتى عايزه اتفنن فيها، خلاص بقى حسيت ان انا مادام مش بمزاجي خلاص بقى مش عامله تاني، فمش عايزه اتفنن في حاجه عشان محدش يطلب مني حاجه تاني. فبعمل الحاجه اللي هي يعني خلاص بقى، اللي هي اي حد ممكن تعجبه، او خلاص بقى حاجة عادية. يعني انتوا فاهمين قصدي. مش عارفة انتوا هتفهموني ولا لا، بس انا ممكن مش عارفة اتكلم او مش عارفة اعبر عن اللي جوايا. بس يا ريت يا ريت احاول ان انا اوصل لكم المعلومة على قد ما اقدر، ان انا خلاص مادام مش هشتغل الحاجة مش عايزة اتفنن فيها عشان محدش يطلب مني حاجة تانية.
انتوا فاهمين. فالحمد لله فعملت ديت. طبعا حمدت ربنا ان الكريمه خلصت على الاخر، عشان ايه ما يبقاش عندي مكان في الفريزر ان انا اعين كريمه تاني. وحتى لو كان في انا كنت عملت لولادي والله، يعني حتى لو كان في عندي كريمه تاني كنت انا عملت لهم القباط، او انا كنت عملت لهم حتى التورتايه اللي كانت باقيه دي. دول التورتتين اللي طلعوا. اتمنى لو وصلتوا لحد هنا تحطوا لي لايك، تقولوا لي ايه رايكم، وتقولوا لي اعمل ايه في مشكلتي. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. اشوفكم على خير في فيديو جديد، بحبكم في الله. اتمنى لكم التوفيق. مع الف سلامه.